بهالشوب هذا ما لكم صديق غيري انا. 4 حبات من التين و3 اوراق من الميرمية تعطيهم ريحة وطعم فوق الخيال، ومقدار كاسة من المي الباردة، وبدنا نحط 3 ملاعق صغيرة من السكر. هلا اللي بيحب يصفيه يصفيه، انا ما راح صفيه، راح خليه هيك كله. وهي صار معنا اول نوع من العصائر. والنوع الثاني كمان من التين، بس هالمرة راح استخدم التين الاحمر. 4 حبات من التين، تقريبا ملعقتين ليمون الحامض، 3 ملاعق من السكر، وكاسة مي باردة. العصير الثالث عندنا راح يكون بالتفاح الاخضر هذا. مقدار نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد، وملعقتين من السكر، ورشة ملح صغيرة يعني. كمان كاسة مي باردة، والعصير الرابع عندنا بدنا نعمله من الدراجون فروت. كاسة من اللبن، هيك صار معنا 4 انواع من المشروبات اللي هي التين مع ورق الميرمية. هي منعشة وريحتها خرافية مع الميرمية، ومن دون ثلج فعلا منعشة. هي لذيذة جدا، بس مو مثل الميرمية، الميرمية ريحتها اقوى. بس مو خرج انه هي اللي خرج انك تعملها دائما، انه انت بس تكون مشوق انك تروح عليها تعملها. هي رائعة جدا، هي ممتازة 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 بهذا الشوب. صار عندنا هي مرتبة أولى، تين مع الميرمية مرتبة ثانية، تين مع النعناع مرتبة ثالثة، والتفاح هي المرتبة الرابعة. جربوهم وراح تعرفوا انه بهالشوب هذا ما لكم صديق غيري انا. لهيك اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وتابعوا الفيديوهات القديمة، وتابعوا الفيديوهات كلها الجديدة.